تخيلي تعيشي مع إنسان لازم كل يوم تثبتي له أنك بريئة، وكل كلمة تقوليها له يحقق فيها، وكل خرجة يسقسيك عليها، وكل ما يصوني التليفون تقدر تخلق مشكلة، كل تأخر حتى ولو 5 دقائق تتحولي إلى متهمة. تخيلي أنك مع الوقت تولي تخافي من أبسط التصرفات، مشي لأنك غلطانة ولكن لأنك تعبتي من كثرة الشك. إذا كنت تعيشي هذا الواقع أو تعرفي امرأة تعاني منه، شاهدي هذا الفيديو للنهاية، لأني راح نشارك معك طرق عملية وذكية باش تتعاملي مع الزوج المشكاك وتحافظي على كرامتك وراحة بالك بدون اشتعال نار. الخير الشيرات، كي راكم؟ غاية لاباس الحمد لله. ان شاء الله كي يدخل هذا الفيديو يلقاكم بألف خير. الفيديو تاع اليوم طلباته مني أخت، قالت لي قولي لنا كيفاش نتعاملوا مع الزوج المشكاك. أول خطوة هي ما تدخليش في دوامة التبرير المستمر. أول خطأ تقع فيه بزاف زوجات مع الزوج المشكاك هو أنها تحاول تبرر كل صغيرة وكبيرة. في الأول تقول نشرح له كل حاجة بالتفصيل باه يفهمني وما يبقاش يشك فيا، بصح للأسف مع الزوج المشكاك كثرة التبرير مرات تولي تزيد تشعل الشك بدل ما تطفيه. نعطيك مثال، خرجتي تشري، عيط لك في التليفون ما سمحتيش التليفون ما رديتيش عليه، اول حاجه كي تجي يقولك علاه ما رديتيش، تقوله ما سمحتهش ولا كنت كان الغاشي في السوق جاي يقولك كنتي في وسط الغاشي في وسط الرجال وفي وسط على باه ما سمحتينيش. هنا راكي بررتي له علاه ما رديتيش، هو شي يدير؟ هو يزيد يخلق لك سؤال واحد اخر، ثم الغاشي مين كان الغاشي بزاف؟ انتي كنتي في وسط الغاشي، كنتي مع الرجال، وبشويه بشويه تلقاي روحك تفسري كل دقيقه فاتت عليك في ذاك الشري، وكانك في مركز تاع التحقيق، تحسبي راكي روحك راكي عند البياري، وهو كل جواب تعطيه له يجبد لك سؤال جديد منه. والزوج المشكاك ما يسمحش التبرير باش يقتنع، هو يسمع باه يخلق سؤال جديد، يخلق ثغرة جديدة. يعني كل ما كثرتي التفاصيل كل ما لقى شيء جديد يشك فيه، ومع الوقت تلقاي روحك عاية، وكل نهار راكي في جلسة تحقيق وكأنك متهمة ولازم تثبتي براءتك. وهنا كاين خطأ كبير تقع فيه بزاف نساء، من الخوف تاعه تصيبي روحك تعطي انت مبرر، يعني تبري في نفسك بلا ما يسقسيك. تبداي رحت شريت، دهمت الفرماسيان، صبت الغاشي، ما خفتناش، ومع الايام يعتبر هذا حق من حقوقه ويزيد يراقبك اكثر. وهنا الحل واش؟ نجاوب بكل هدوء وباختصار وبثقة. مثال، قالت اخرت، كاين الغاشي، كاين الزحام عند الفرماسيانة، شريت هذاك ما درت. إذا احتاج التوضيح المعقول وضحي له، أما إذا بدأ يدور في نفس الأسئلة باش يضغط عليك ما تدخليش معه في دوامة التبرير اللي ما عندهاش نهاية. وتذكري حاجة مهمة، الإنسان اللي حاب يثيق فيك يكفيه جواب واحد، أما الإنسان اللي مقرر يشك فيك حتى ولو تعطيه 1000 دليل يلقى 1000 سبب جديد باش يبقى شاك فيك. وهكا يليق تكوني صادقة وواضحة وثابتة في كلامك باه ما تحوليش حياتك إلى محكمة كل يوم. الخطوة الثانية، ما ترديش على الشك بالغضب والانفعال. كي يتهمك زوجك بحاجة ما درتيهاش أو الإحساس اللي يجيك شتهوى هو الظلم باللي ظلمك، وتحسي باللي الثقة صايرة راحت بيناتكم، تقولي فيش تقولي في روحك، تقولي في نفسك كيفاش يشك فيا وأنايا ما دايرت له والو. وهنا بزاف نساء شي يصرى لهم يفقدوا الأعصاب تاعهم ويبدو يجاوبوا بعنف. تولي تقولي تقولي له شي هذه الهضره اللي راك تقول فيها؟ ما تستحيش على روحك، راك ظالمني، مرضتني بهذا الشك تاعك. وهو ثاني يرد بعصبيه وبصوت مرتفع. وهنا يتحول الموضوع من مجرد شك الى شجار كبير، وخطرات الزوجة تغادر الدار ولا يقعدوا متنايفين لمده اسابيع وشهور. الزوج المشكاك يشوفك انفعلتي وتعصبتي بزاف، مرات شي يفسر هذا الغضب تاعك بطريقه يفسرها بطريقه خاطئه، شي يقول في راسه علاه تعصبت ودارت هكا، بالك راهي داساكاش حاجه، رغم ان الحقيقه هي انك تعصبتي لانك مظلومه، ونورمالمون ما يشكش فيك انتي زوجته.
هو يفسرها هاك، يفسرها على حساب الشكل اللي في راسه. ولهذا أول حاجة ديريها حاولي تتحكمي في الأعصاب تاعك. نورمالمون كي يسقسيك ويقول لك وين كنتي، بدل ما تتعصبي وتجاوبيه بعصبية جاوبيه بهدوء. قول له قلت لك وين كنت، واذا راك باغي تسقسيني على حاجة معقولة نجاوبك، بصح لا بغيت تتهمني بلا دليل ما نقبلهاش. وهنا شوفي الفرق، في الجواب الأول راكي زقيتي ونوضتي الحس في الدار، أما الجواب الثاني بقيتي هادئة وفي نفس الوقت حافظتي على كرامتك. وهكا ماشي راني نقولك سكتي على الظلم ولا تقبلي الإهانة، بصح اختاري الوقت والطريقة اللي تهضري بها، لأن الإنسان كي يكون غاضب ما يسمحش يسمع غير الصوت تاعه، أما كي يهدى يقدر يفهم أكثر. ومشي بالزقات تجيبي حقك، لا، نجيبه بالهدوء في كلامي وثقة في نفسي وفي تصرفاتي. تعلمي كيفاش تسيطري على الأعصاب تاعك وما تخليش الغضب تاعك يوصلك تقولي كلام تندمي عليه من بعد. الخطوة الثالثة، ما تعيشيش حياتك كامل باش ترضي الإنسان المشكاك. كاين نساء مع الوقت يولوا يغيروا كامل حياتهم على خاطر زوجهم مشكاك. ما توليش تزور الأهل تاعها بزاف به هو ما يزعفش، ما تخرجش غير للضرورة، ما تردش على التليفون قدامه، ما تهدرش مع الجوارين، حتى الضحكة تولي تحسب لها حساب، مشي لأنها غالطة ولكن لأنها ولا تتخاف من أي موقف يخلق لها المشاكل. نعطيك مثال، تضرب لك جارتك تليفون ولا صاحبتك تقول لك روحي نجمعوا نتقهوى ونجمعوا ساعة نقلعوا الضيقة. الحاجة الأولى اللي تخمي فيها قبل ما تجاوبي تقولي لا، كون نروح نجيب المشاكل لروحي. يقعد يسقسي فيا شكون اللي سطيه ثم، بالك راجلها راه ثم، شبيتي تروحي ديري صاي، تتنازلي كاع وتقولي لها لا والله ما نجم نجي راني مريضة، وانتي ما راكي لا مريضة لا والو، غير بيتي تهربي من صاحبتك به ما تجيبيش المشاكل لروحك. وكل مرة تتنازلي على حاجة تبغيها باش تتفادي الشجار والمشاكل، ومع الأيام تولي حياتك كلها مبنية على سؤال واحد، واش راح با يقول لي ذا الراجل. وهنا لازم نوقفوا شوية، مانيش نقول لك تحديه، أكيد الزوجة العاقلة تراعي زوجها وتحترم المشاعر تاعه وما تديرش تصرفات تستفزه بلا سبب، لكن كاين فرق كبير بين الاحترام وبين أنك تلغي نفسك بالكامل. كي تعيشي كل يوم في خوف من ردة الفعل تاعه راح تفقدي الراحة النفسية تاعك، وراح تولي مع الوقت تشوفي نفسك ضعيفة رغم أنك ما درتي حتى خطأ. والمشكلة الأكبر أن التنازلات ما توقفش الشك، اليوم يقولك ما تروحيش عند صاحبتك، وغدوة يقولك علاه خرجتي للبالكون، وغدوة يقولك علاه ضحكتي بالفور، كل يوم يلقى موضوع جديد. لأن أصل المشكلة مش انتي راكي ديري أخطاء، أصل المشكلة هو مشكاك. والحل هنا كوني زوجة محترمة وصريحة وراعي المشاعر تاعه، لكن في نفس الوقت ما تحبسيش حياتك الطبيعية خوفا من كل ردة فعل تاعه. إذا كنتي باغية تزوري أهلك ولا صديقتك خبريه بكل احترام وكوني واضحة، قال اليوم راني رايحة لدارنا ولا راني رايحة عند صاحبتي نجمع، إذا عجبتني الحياة نطول، مشقاش تتقلق، مشقاش تزعف وتخرجها مني كي نجي، يعني ديري له النقاط على الحروف باللي انت راك تنوض المشاكل كي نخرج، انت راك تكبر الحالة. أما أنك تلغي كل حياتك باش ما يغضبش فهذا غالبا ما يحلش المشكل، وهنا الصراحة تقوي العلاقة، أما الخوف يخلي الإنسان يعيش تحت الضغط الدائم. وكي تعيشي حياتك بالصراحة والتوازن وتحترمي الزوج تاعك بدون ما تلغي شخصيته راح تكوني مرتاحة أكثر نفسيا، وراح يعرف مع الوقت أنك ما عندكش شيء تخبيها ليه، وأن تصرفاتك طبيعية وواضحة، يعني تكوني واضحة ما تكذبيش. على بالك الإنسان المشكاك تكذبي كذبة واحدة تخدم عليك حياتك، يولي ما يأمنكش، قاعد تقولي لها الصح يشك في كلامك. نقول لك من هذا المنبر ما تتنازليش على حقك، لخاطر إذا بقيتي كل مرة تتنازلي على حق من حقوقك خوفا من الشك يمكن تخسري نفسك، والشك يبقى كما هو ولا يزيد أكثر. في الأخير حابة نقول لكل زوج وزوجة
الشك ما يحميش الحب، الشك يخنق الحياة الزوجية. الشك ما يحافظش على الأسرة، بل يزرع فيها الخوف والتعب والصمت، حتى يجي نهار يولي كل واحد عايش وحده رغم أنهم تحت سقف واحد. إذا كنت زوجة تعيشي مع زوج مشكاك، ما تفقديش الأمل، لكن في نفس الوقت ما تخليش الشك يكسر شخصيتك ولا يخليك تعيشي كل يوم وكأنك متهمة ولازم تثبتي براءتك. نوصيك بحاجة، المهم كوني صادقة، كوني مرأة بمعنى الكلمة، وخليها عند ربي، هو يصلح القلوب، لأن القلوب بيد الله، وهو قادر يبدل الخوف بالطمأنينة والشك بالثقة والجفاء بالمودة والرحمة. ولكل زوج يسمعوني، دير حاجة في بالك، المرأة اللي تبغيها شبعها بالأمان والحب، مشي تبقى تراقب فيها وتعس فيها. كي تشبعها بالأمان والحب ما دير والو، عمرها ما تخدعك. دير فيها الثقة. الحياة الزوجية اللي تتبنى على الشك دائما تكونوا عايشين في قلق، أما الحياة الزوجية اللي تتبنى على الثقة والاحترام والحوار، هذه الحياة حتى حاجة ما تهزها. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن يرزق كل بيت السكينة والمودة والرحمة، وأن يبعد عنا وعنكم الشك وسوء الظن، ويجعل بيوتنا عامرة بالحب والطمأنينة وذكر الله. إلى اللقاء حبيباتي، نلتقي في فيديو آخر. ما تنسوش تدعموني بجيم واشتراك في القناة.